ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوني. النهارده انا مي. النهارده هنعمل الجلاش بالقشطه. حرفيا الوصفه دي نسيتني اي طريقه جلاش عملتها قبل كده. طريقه سهله وبسيطه ولذيذه قوي وشكلها عسول. قبل اي حاجه حابه اشكر حبايبي كده اللي دايما بيكتبوا لي كومنت، وده الكومنت ده بيساعدني جدا جدا. لذيذ قوي زيكم كده. كمان حابه اشكر جدا الناس اللي بتدعي لي كده دعوه حلوه من القلب من غير ما هم يشوفوني ولا انا اشوفهم. كمان حابة أشكر حبايبي اللي انضموا معانا جديد في القناة. نورتوني بجد. لو أول مرة تشوفوني أنا مي الأجاوي، ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا عشان تنضموا لعيلتنا الصغنونة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ويلا نبتدي. أول حاجة نعمل القشطة كده عشان تلحق تبرد، عشان ما ينفعش نحشيها في قلب الجلاش وهي سخنة. هنحتاج 4 كوبايات حليب، وعليهم كمان 4 معالق نشا. يعني كل كوباية حليب معلقة نشا. مش ملانة قوي ولا صغنونة قوي بالشكل ده، يعني هرمية حبة صغننة قوي يعني. تمام. وهنحتاج كمان معلقتين سكر، مش عايزين نكتر السكر قوي عشان احنا لسه هنسقيه شربات، فمش عايزين الحاجة تبقى سكرية قوي. في حاجة كمان ان هما ال4 كوبايات حليب طلعوا كتير شوية على لفة الجلاش. انا استعملت لفة جلاش واحدة، يعني اتبقى حبة كده من ال4 كوبايات المهلبية اللي احنا عملناها، اتبقى طبق صغنون كده. فالولاد كلوه. فلو مش عايزين تاكلوه يعني، عشان ما يتبقش حاجة، فاستكفوا بس ب3 كوبايات حليب، وعليهم 3 معالق نشا ومعلقة ونص سكر كده أو معلقة. بنحط بقى المكونات بتاعتنا كلها ونفضل نقلب شوية على البارد، وبعدين نبدأ ان احنا نعلي النار عليهم. واول ما يبدأ ان هو يربط كده ما نسيبش المضرب من ايدينا عشان ما يكتلش مننا، احنا عايزينه سايب كده وكريمي كده زي ما انتم شايفين. اول ما يبدأ ان هو يربط بحب اضيف الفانيليا، ما بحبش اضيفها في الاول. حطيت كيس فانيليا، وبعدين بدأت ان انا احط الكريمة بتاعتي في قالب كده واسع عشان القشطة بتاعتي تبرد بسرعة وما ناخدش وقت. وكمان اعمل الشربات عشان الشربات عايزينه بارد، فلازم نعمله بسرعة. هنحتاج كوبايتين سكر، وعليهم كوباية ونص مية عادية من الحنفية. وكمان عليهم يا إما معلقة عسل نحل يا إما معلقة عسل كلوكوز اللي متوفر عندكم. انا بحط البرطمان بتاع العسل الكلوكوز كده في كيس، عشان لما بشيل منه المعلقه وبعدين اركنه شويه بلاقي ان هو لزق كده من بره، مع اني والله ببقى مسحاه. معرفش بيلزق ليه. فببقى بحطاه في كيس كده عشان ايه امنع التلزيقه دي. انزل بقى كل معلقه العسل الجلوكوز كده، ما تسيبش ولا فتفوته كده في المعلقه. وابدا ان انا ادوب السكر والعسل كويس جدا عشان ما يسكرش مننا. لازم ندوبه شويه قبل ما نرفعه على النار. تمام. وانا بقلب كده احاول ان انا ما اجيبش السكر كده على طروف الكسرولة او الحله او الحاجه اللي احنا شغالين فيها، لانه لو جه سكر كده على الطروف هيسكر مننا الشربات، واحنا مش عايزين كده. فاحنا نحاول طول ما احنا شغالين نشوف يعني نمسح الحواف الحله من السكر. ابدا ان انا ادوب، وبعدين هنلاقي ان العسل الجلوكوز مش راضي يدوب قوي على البارد. اطلعه على البوتاجاز كده اطلعه احطه على البوتاجاز كده واشغل درجة الحرارة النار عالية يعني، لحد ما خلاص العسل الجلوكوز والسكر داب خالص. ابدا ان انا انزل عليهم بعصرة ليمون. اشيل بس كم البذرة اللي وقعت ديت اشيلهم بالمصفى. وبعدين ابدا ان انا اسيب بقى النار شغالة. واول ما يبدا ان هو يغلي بقى الشربات بتاعنا، نبدا ان احنا نوطي درجة الحرارة ونحسب 7 دقايق بالظبط على التايمر كده بتاع التليفون. نعمل التايمر 7 دقايق بالظبط. اول ما يغلي كده ابدا ان انا اوطي درجه الحراره من العالي للمتوسط، واسيبه بقى زي ما قلت لكم 7 دقايق كده في التايمر. اول ما يرن اقوم طافيه على طول النار، وابدا ان انا بقى عشان يبرد معايا بسرعه عشان نخلص بسرعه. اشيل الكسرولة بتاعتي كده واحطها في بوله ازاز مليانه ميه. كل شويه اغير الميه اللي هي في البوله عشان الشربات يسقع معايا بسرعه. واول بقى ما يبقى بدرجة حرارة الغرفة كده الشربات، نبدأ ان احنا نحطه في بتاع بقى كوباية اي حاجة، ونحطها في التلاجة تسقع بقى على ما نعمل الجلاش. يعني نحتاج بس لف الجلاش كده. هتعمل معانا كام واحدة كده من الجلاش الحلو ده. وبما ان الجلاش بتاعنا معظمه بيبقوا جايبينه كده ما نعرفش ايه اللي من جوه، بشوف كده ببص لقيت فيه حاجات كتير متكسره، ويعني مش كتير قوي، يعني هما كام واحده كده متقطعين ومتكسرين. فاحنا هنبدا ان احنا نشيل المقطعين بقى واللي شكلهم مش مظبوط ده.
اللي هما انصاص انصاص كده، هنركنهم على جنب. دول بقى اللي هنحطهم في نص الجلاش كده. يعني الطبقة الأولى اللي احنا هنفرشها تكون يعني ما فيهاش ولا خرم ولا أي حاجة، هي بقى الطبقة الخارجية اللي بتبقى شكلها حلو. ومن النص بنحط بقى الطبقات اللي هي مكسرة ومتقطعة دي. أهم حاجة نغطيه بفوطة كده عشان الجلاش بتاعنا ما ينشفش، لأنه بينشف بسرعة بطريقة فظيعة يعني. قولوا لي بقى ايه رأيكم في الفلوج اللي احنا نزلناه اول امبارح كده؟ ما شاء الله اللهم بارك، عجب ناس كتير وكتبوا لي كومنت كده حلو زيهم. لو لسه ما شفتوش هتلاقوه على طول قبل الفيديو ده. شوفوه قولوا لي ايه رأيكم. جبت بقى نص كوباية سمنة بلدي وحطيت عليها كام قطعة زبدة كده. انا بحب طعم الزبدة قوي في الجلاش. براحتكم، عايزين تحطوا كده تحطوا، لو عايزين بس تعملوا سمنة بلدي براحتكم برضو. ابدأ ان انا اجيب ورقة جلاش، اهم حاجة ما تكونش مقطعة كده ولا فيها اي خدوش، عشان هي دي اللي هتبقى الطبقة الخارجية لل للجلاشية الحلوة العسولة دي. ابدأ ان انا اجيب بقى اي حاجة متقطعة بقى متكسرة، اي حاجة ابدأ ان انا اعملها كده اظبطها وادهنها برضو دهنة خفيفة. مش عايزين نكتر قوي عشان البتاع كده ما يبقاش دسم كده. زي ما تحبوا بقى تقدروا تحطوا مثلا كام رق كده. انا حطيت بس التلات ورقات، وبين كل ورقة وورقة حطيت دهنة زبدة على سمنة. زي براحتكم بقى، انتوا اللي انتوا تحبوه يعني. حابين الجلاشية كبيرة كده ولا صغنونة، يعني سميكة او رفيعة شوية براحتكم. بخلص بقى التلات رقات بتوعي، وبعدين اخر رق خالص ما بندهنوش زبدة، ما بندهنوش سمنة وزبدة كده. وابدأ ان انا احط في النص القشطة بتاعتي اللي انا هحشبها، عشان احنا لو دهنا في اخر رق حطيناه القشطة هتلاقيها عمالة تزحلق مننا كده. بعد ما نحط القشطة بتاعتنا بقى في النص كده، وما نكترش قشطة قوي عشان نسيب فراغ كده، عشان لما تبدأ تسخن هتلاقوها عمالة تفور كده في قلبها. فلو كترنا قوي هتلاقيها فرقعت كده وخرجت بره الجلاش كده وعملت حاجات عمايل في الصينية فظيعة. احنا مش عايزين العمايل دي. نبدأ ان احنا نفرد كويس جدا، يعني نفردها حوالي ان هي تبقى مربعة كده وشكلها حلو كده. بعدين نيجي بقى في الطروف بتاعة الجلاش اللي احنا ما دهناهاش، نبدأ ان احنا ندهنها ونطبقها بقى مربع كده شكله حلو. سهل جدا وبسيط قوي. الطريقة دي سهلة بقى وبسيطة جدا. بعيد بقى ان احنا نفرد بقى في الصينية رقات كده، وبعدين نحط الحشوة في النص، وبعدين نحط الرقات على الوش كده، بعدين نقطع والكلام ده كله. لا ده بقى سهلة وبسيطة قوي. كل واحد ياخد كده يعني الفردين ياكلوا واحدة كفاية. شفتوا بقى قد ايه إن هي شكلها عسول كده ولذيذ. ابدا ان انا احطها في صينيه بقى، ودهنها دهنه زبده صغنونه، دهنه سمنه. وابدا ان انا احط الزبده او السمنه على الوش كده دهنه حلوه، عشان يبقى شكل الفطيره بتاعتنا او الجلاشه بتاعتنا شكلها حلو وعسول. بخلص بقى الكميه بتاعتي كلها، واسيب بقى اخر واحده احطها بقى في الطاسه، اسويها في الطاسه زي ما الترند كان طالع كده. كان طالع ان هو بتتعمل في الطاسه. انا بميل اكتر للحاجه اللي بتتعمل في الفرن. ماشي، دي اخر واحده هعملها معاكم في الطاسه كده. نجرب الترند الفظيع اللي طالع اليومين دول. وممكن ما يكونش ترند بتاع اليومين دول انا، بس انا اخر واحده بجرب الترندات فظيعه عنه. اجيب بقى الطاسه بتاعتي وابدا ان انا ادهنها دهنه زبده خفيفه قوي. مش هندهن بقى زي ما احنا كنا دهنين الجلاشية من فوق كده، يعني من على الوش كده دهناها قبل ما ندخلها الفرن. لا احنا مش هندهن هنا بقى، احنا بس هندهن كده في الطاسة. واول ما تبدأ ان هي تسخن انزل اللي هو الشكل اللي احنا مقفلينه بيبقى يم تحت، والف ولفه كده عشان الجلاشية تتغلف من الزبدة كده او السمنة. وبعدين اوطي بقى درجة الحرارة هادية هادية كده، واغطيها عشان تستوى معانا. وناخد بالنا كويس جدا عشان هي متلامسة على طول لين النار. فناخد بالنا وكل شوية نشوفها كده عشان ما تتحرقش مننا من يم تحت. وبعدين بقى بعد ما طلع الجلاش بقى الجميل الفظيع ده بقى من الفرن، انا حطيته في الرف اللي هو فوق النار. يعني نزلت الشبكة فوق الصاج بتاع اللي هو فوق النار على طول. وحطيت بقى الصينية بتاعتي كده الصينية بتاعتي. وبعدين انا كنت حاطة في كل صينية اتنين، وبعدين اول ما بدأ ان هو يحمر من الطروف وخلاص استوى، ابدأ ان انا نقلتهم هما الاربعة كلهم في صينية واحدة. وادت لهم تحميرة بسيطة كده، شغلت لهم الشواية حمرتهم تحميرة خفيفة كده. واول ما بيطلع بقى وهو سخن نسقيه بقى الشربات اللي احنا كنا مظبطينه قبل كده.
اهم حاجه يكون الشربات بارد وتقيل نوعا ما، يعني هو مش تقيل قوي قوي زي العسل ولا خفيف. دي بقى الجلاشية اللي كنا عاملينها في الطاسة، قد ان هي شكلها حلو ولذيذ قوي. للأسف الكاميرا كانت شريرة وفصلت مني وسخنت بقى وعملت عمايل فظيعة فيا، فمعرفتش اوريها لكم واحنا بنقلبها كده وبنعمل الحركات اللي احنا بنعملها دي. ابدا ان انا اقطعها، ما كانتش بتتقطع خالص بالسكينه. جبت بقى البتاع القطاعه الكيوت اللي عامله شبه المخرط دي، هي مخرطه بس صغنونه كده شكلها عسول قوي. بما انها كانت مقرمشه قوي من يوم تحت كده، فهي السكينه ما كانتش راضيه تقطعها، بس المخرطه قطعتها. جبت ايلها كده، نبدا ان احنا بقى نقطعها وناكل. قد ايه بقى ان هي لذيذه. بس انا زي ما قلت لكم ان انا بميل اكتر للحاجات اللي بتتعمل في الفرن، لانه ليه بقى؟ ماشي، هي دي تمام مستويه وكل حاجه والرقات مظبوطه وكل حاجه، بس الفرن بتبقى درجه الحراره متوزعه من كل حته، فزي ما يكون درجه الحراره بتتغلغل كده وسط الورق فبتخليه مقرمش قوي. وانا بحب الجلاش مقرمش، لكن التانية بقى هي حلوه ومستويه وكل حاجه، بس من النص كده مش مقرمشه زي اللي كانت في الفرن. فدي بقى الشكل اللي كانت في الفرن، عسولة قوي وطعمها حلو، وسكرها هادي مش مسكره قوي، يعني كله كده متظبط مع بعضه. وبس كده الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا، واشوفكم في فيديوهات تانية، وباي باي.